السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي عملنا الزبادي الكريمي دوت مع بعض من غير لا فرن ولا بوتاجاز، ولا يتعرض لفرن ولا بوتاجاز خالص. يلا نشوف مع بعض اتعمل ازاي، وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة شهر رمضان الكريم. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة كده معايا اللبن. اللبن دافي. بعد ما غليت اللبن كده سبته لما بقى كده دافي، وهنحط عليه معلقة لبن بودر. ومعلقة اللبن البودر ديت اختياري، ممكن تحطيها وممكن لا. وهنحط معاه كوباية زبادي بلدي للتخمير زي ما انتوا شايفين كده. هتبتدي بقى بالمضرب اليدوي دوت تقلبي في الزبادي مع اللبن البودر مع اللبن، تقلبيهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. طريقة سهلة ومش هتاخد منك وقت، طريقة الزبادي العادي اللي احنا كلنا بنعمله مع بعض. بس هنشوف ازاي بقى ان احنا من غير ولا فرن ولا بوتاجاز هيبقى معانا زبادي كريمي وطعمه حلو جدا. اهو بتفضلي تقلبي كده كويس جدا بالمضرب، وبعدين بجيب الصينية ويكون فيها بقى الكوبايات او طواجن او اطباق ايا كان اللي انت هتحطي فيه الزبادي بتاعك، وتبتدي بقى ان انت كده تملي الطواجن بتاعتك. طبعا بتبقى موفرة واحسن من اللي احنا بنشتريه من بره. يعني انت بتشتري من بره العلبة صغيرة خالص وما بتكفيش، ما فيهاش معلقتين كده. بقى خلاص انا حطيتهم. هتحطي عليها ميه مغليه، تحطي في الصينيه ميه مغليه، هتبتدي بقى ان انت تغطيه، يا اما بورق فويل زي ما انا هعمله دلوقتي، او لو عندك استرتش تغطيه بيه. طبعا ما شاء الله اللي ياكل طبق من دوت في السحور يعني حاجه كده مشبعه جدا وحلوه خالص. بس يا حبايبي كده انا بوريكم ازاي ان انا حطيته وهو متغطي اهو. تيجي بقى على الرخامة في المطبخ او على الترابيزة بتاعتك ايا كان، هتحطي كده الزبادي وتيجي بقى بالدفاية بتاعتنا ديت ونغطيه كويس جدا. هتسيبيه من الصبح بالليل من غير ما عرضناه ولا بوتاجاز ولا فرن ولا اي حاجة. هتيجي بقى نشوف الزبادي مع بعض. خلاص الزبادي بقى زبادي اهوت، وبقى زبادي كريمي اهو. لو الفرن بتاعك مشغول او مثلا بتعملي فيه اكل ولا حاجة، ومثلا عايزة تعملي حاجة برضو الزبادي كده بسرعة اهو، حاجة بسرعة جدا تعمليه وتسيبيه بس تغطيه كده وهو هيبقى زبادي على طول زي ما انت شايفة كده. بعدين حطيته في التلاجة شوية لمدة ساعتين وبقى زي ما انتوا شايفين. كل سنة وانتم طيبين، احلى رمضان عليكم ان شاء الله.